الوفد إصابة جده في تدريبات الأهلي. الأهرام المسائي: شباب الأهلي لم ينجح أحد. الأهرام: برازيليان وسنغالي والأهلي يحدد مصير المهاجم الأجنبي اليوم. أخبار اليوم: صفقات الصيف الملتهبة، الشغل الشاغل في الأهلي. الجمهورية: صفقات الصيف على مائدة الأهلي. البرتغالي جوميش في رأس جوزيه، ونيانج يغازل بالفيسبوك. المصري اليوم: الأهلي يقرر الاستغناء عن فضل وسمير وفرانسيس وأسامة والعجيزي وشبيطة. الوفد: الأهلي يحسم مصير المطاريد خلال ساعات. أخبار اليوم: عبد الحفيظ يبحث عن خروج آمن للشباب والصفقة السمراء تقترب ووداعا فرانسيس. الجمهورية: إمبي يطرح تذاكر مباراته مع الأهلي قبل الهنا بسنة. أخبار اليوم: جده لم يسمع عن عروضه الخليجية وشائعة إلكترونية عن مفاوضات الأهلي مع نونو جوميش. الوفد: حسين حمدي اقتربت من الأهلي. الوفد: شبيطة لا مفاوضات مع الزمالك. الأهرام المسائي بيقول إن الشباب الأهلي لم ينجح أحد، يعني بسبب مش لم ينجح أحد، يعني فشلوا، أو المقصود إن هم اتعادلوا في المباراة الثانية على التوالي. تعادلوا في المباراة الأولى مع الداخلية 0-0، وفي المباراة الثانية مع سبورت أكاديمي تعادلوا 0-0. أعتقد شفنا المباريات على شاشة قناة الأهلي، وزي ما قال مانويل جوزيه إن في لعيبة لفتت انتباهه وهيكون ليها دور إن هي تتأيد، وفي لعيبة سيتم الاستغناء عنها، لكن لن يتم الاستغناء عن الجميع كما يتردد. لا، في لعيبة هو شايف إن هيبقى مستقبلها كبير، هيتم الدفع بيها تدريجيا ومش مرة واحدة. حتى قال لك عشان ما ضرهمش وما ضرش او اعمل هزه في الفريق الاول. طبعا ده شغله هو الاقدر يعني على عمل هذه التوليفه، يعني هو الكوتش. مفاوضات النادي الاهلي دخلت بالنسبه للموضوع المهاجم الاجنبي، دخلت في مراحل حاسمه. سيتم الاعلان او سيتم تحديد المصير زي ما بتقول الاهرام اليوم. هيتم تحديد من هو اللاعب الأجنبي. لكن موضوع جوميش اللي هو نونو جوميش، طبعا لاعب البرتغال الرائع اللي عمل كاس طبعا كلكم فاكرين اللي هي كانت كاس 2004، كان أداؤه رائع جدا، وهو لعيب طبعا لعيب هايل، وكان لاعب في ليفربول ولعيب من الأسماء الكبيرة جدا. لكن مانويل جوزيه بيقول إن ده ما حصلش، إن احنا فوضناه ولا اتكلمنا معاه ولا ليه علاقة بهذا الموضوع تماما. أكد مسؤول الأهلي أن اللاعب من خارج القارة الإفريقية، وسيفتح بذلك الطريق أمام العديد من التكهنات في ظل عدم نفي سيد عبد الحفيظ لنبأ التفاوض مع نونو جوميش الذي استغنى عنه بنفيكا مؤخرا. البرتغالي مانويل جوزيه أبدى استياءه من الطريقة المهينة للاستغناء عن جوميش، والذي يحتل المرتبة الرابعة بين أفضل هداف المنتخب البرتغالي عبر التاريخ. الوفد بتقول اجتمع اليوم مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الاهلي باعضاء لجنه الكره بحضور الكابتن هادي خشبه ومدير الكره سيد عبد الحفيظ لمناقشه التعاقدات الجديده واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم. وفي خبر اخر بالنسبه لحسين حمدي، بيقول تلقيت عرضين رسميين، واحد من الاهلي والثاني من الزمالك، وأبلغني وكيل أعمالي محمد شيحة برغبة الفريقين في الاستفادة من خدماتي، ولم يتحدث معي أي مسؤول سواء من الأهلي أو من الزمالك. عموما القرار الأخير في يد إدارة المقصة، لأنني مرتبط بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل. بصراحة أشعر أن الأهلي أكثر جدية في ضمي. وكيل أعمالي شيحة أبلغني أن جوزيه طلبني بالاسم وأشاد كثيرا بقدراتي، وهو الأمر الذي أسعدني. شبيطة بيقول ان هو مفيش اي مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك. باقي اخبار الاهلي من مختلف مواقع الانترنت.